كل واحد فينا سواء راجل او ست بيبقى جواه حاجه بيسموها الخريطه الجنسيه. يعني مثلا انا وانا صغير جدا، سواء انا ولد او بنت، بيبقى جوايا كده مواصفات تجاه البنت اللي انا عايز لما اكبر اتجوزها. وانت صغير جدا هي بتتكون جواك، عايزها تخينه رفيعه طويله مش عارف ايه. ده وانت صغير، لدرجه ان احنا نفسنا ما بنبقاش حاسين ان الموضوع ده بيتكون جوانا. احنا عمالين نكبر كده ومش واخدين بالنا ان احنا في مواصفات بتكبر جوانا تجاه شريك حياتنا. فانت تلاقي نفسك كبرت وصلت لسن الجامعة، وفجأة خلاص اتكونت جواك مواصفات البنت اللي انت عايز ترتبط بيها. تروح مثلا تشوفها في الجامعة، طبعا اول ما بتشوف واحدة بالمواصفات اللي انت عايزها هوب تتشد لها، يحصل ما بينكو سمول كيمستري. يعني ايه؟ يعني نبدأ نتكلم حاجات بسيطة، نشارك بعض تفاصيل حياتنا. اتشدت لها، لقيت فيها المواصفات اللي انا عايزها، اتكلم كلمة مني على كلمة منها، اخد رقمها، سمول كيمستري. طب هتكملوا حياتكم سمول كيمستري، هتخشوا في حاجة اسمها ايه بقى؟ تقارب جسدي، تجاوزات جسدية طبيعي هتحصل ما بينكم. ماسكي ايد، قبلات، حاجات، احضان، حاجات هتبدأ ما بينكم، لان انت في النهاية ولد وبنت. فيحصل حاجة بيسموها المختصين البيج كيمستري بقى، مجموعة هرمونات ضخمة بتفرز في الدماغ. أول هرمون هرمون الدوبامين، ده هرمون النشوة وده ما بيشبعش. انت بتدوق الحضن، بتدوق مسكة الإيد، بيبدأ الهرمون ده يفرز، فتلاقي نفسك عايزه تاني، لأن ده بيديك إحساس رهيب بالنشوة، إحساس جميل قوي. فتبص تلاقي نفسك إيه؟ لا أنا عايز تاني. فأنت مش هتكمل حياتك كده، لا أنا عايز أمسك إيديها تاني وعايز أحضنها تاني علشان أحس بنفس الإحساس الجميل اللي أنا حسيته. تاني هرمون النوري بانفرين، ده بيديك إحساس باليقظة. تلاقي الشاب كده في الجامعة مطبق طول الليل وبيتكلم مع البنت اللي بيحبها، بس ايه، فايق جدا ومش عايز ينام والحياة حلوة، رغم ان هو تعبان طول الليل صاحي، بس عادي مبسوط والحياة حلوة. تالت هرمون السيروتونين، ده بيخليك مش متزن، مش شايف عيوب البنت اللي معاك، انت شايفها ملاك. لبسها زي الزفت واخلاقها زي الزفت مش مهم، انا شايفها ملاك، انا مش شايف قدامي. دي مراية الحب عامية، انت باصص تحت رجليك، انت مش باصص لقدام. الناس كلها تحذرك منها وانت شايفها ملاك. خلي بالكوا الهرمونات النشوة اللي انا قلت عليها دي اللي بتحصل بفعل التقارب الجسدي مش هتفضل عالية كده. الهرمونات دي بتبدأ تهدى وتقل بعد ايه؟ بعد النضج، بعد الدنيا ما بتهدى، خلاص قربنا، العلاقة بقت طويلة، عملنا كل حاجة، بتبدأ الدنيا تهدى. خلاص انت نضجت. الكلام اللي انا بقوله ده وانت في الجامعة، رحت مثلا اتخرجت، رحت اشتغلت في شركة، شفت بنات تانيين، ايه ده؟ ايه اللي انا كنت بحبها؟ ما البنات زي القمر اهم. لا انا اتسرعت في البنت بتاعت الجامعة دي، لا مش عجباني. بدأت تنضج. مراية الحب العامية فتحت، بدأت تشوف عيوبها، ايه اللي انا كنت بحبها دي؟ هوب بتقول ايه؟ انا عايزه افركش، انا مش هكمل معاها. طب حضرتك فركشت وفقت ومش عايز البنت، طب مين اللي قالك ان البنت دي هتبقى كويسه؟ ما البنت دي هتتدمر من بعدك. طب ما البنت دي هيحصل لها بلاوي وتاثير بقى الفقد واثار الانسحاب والحب والبهدله، ابقى انا كده دمرت البنت دي معايا ودمرت بنات الناس. طب انا كملت بعد ما حصل تجاوزات وبلاوي بيني وبينها، اتجوزتها. لما الشاب بيتجوز واحده غلط معاها بيبقى مبسوط؟ في الغالب بيكملوا حياتهم في سلسله اتهامات. يلي مش عارف سلمتي لي نفسك، انا ازاي اتجوزت واحده سلمت لي نفسها، انا ازاي، انت اللي وقعتني في الزنا. تبدا تعيش في عقده نفسيه، طب تكون مش محترمه، طب تخني، طب تعمل. يا ريت يا جماعه سلسله الهرمونات والبلاوي دي نفهمها لاولادنا. مرحله الجامعه واللي قبل كده حبايبي، العلاقات دي ما بتكملش، العلاقات دي ما تنفعش. التجاوزات اللي بتحصل دي يا اما انت هتتدمر منها لو اتجوزت البنت دي، ولو سبت البنت دي انت هتدمرها، سواء طبعا ولد او بنت. يعني انا هنا بتكلم عن الراجل، لكن طبعا ممكن نعكس الموضوع والبنت هي اللي تسيبك وانت تتدمر. ليه بنعمل كده؟ يا ريت نفوق ونعرف ان مش ده الوقت الصح ان احنا ندخل في علاقات وتجاوزات جسديه، لان بعد الجواز ربنا مش بيبارك في الجوازه دي.